أهلا بيكم. لو محتارين في غدا سريع سهل ومغذي، الوصفة دي ليكم. في أقل من ربع ساعة هنعمل طاسة الكبدة والقوانص المتشوحة بالخضار. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا. قلبي من ضمن اكلاتنا الاقتصاديه اكله هنيه على قد الايد. معايا كبد وقوانص مسلوقين، ومعايا بصل كتير، بصلتين كده كبار، ومعايا طماطمتين كبار، ومعايا قرن فلفل قرنين فلفل يعني حراق على بارد. وحطيت البصل كده زي ما انتم شايفين، هديها كده تشويحه وهدبلها. البصل بتاعك تقدري تقطعيه يا شرايح او تقطعيه قطع كبيره زي ما انا مقطعاه كده، او تفرميه في الكبه بتاعتك وتنعميه شويه. بس الاحسن لما يكون قطع كبيره كده بتبقى حلوه ومسكره قوي في الاكله الجميله بتاعتنا. الكبد والقوانص دي ممكن تقدميها مع رز ابيض او تقدميها مع عيش بلدي. بصراحه الطبق ده عالمي وبيتقدم في دقايق، وكمان طبق مغذي جدا وكله حديد ومفيد جدا لاولادنا. في بقى فيديو على القناه انا عملت طريقه عمل شوربه الكبد والقوانص، طريقه جديده. هسيب لك رابط الفيديو في الوصف، يا ريت تتابعيه. هنتبل كل الخضار بتاعنا، وبعد كده نحط الكبد والقوانص بتاعتنا. اخر حاجه هنحط الفلفل بتاعنا، هنحط بقى التوابل بتاعتنا. هنحط ملح وفلفل اسمر، بس مش هنكتر الملح لان هنحط مرق الدجاج. تمام، حطيت دلوقتي ملح وفلفل اسمر، ما كترتش ملح علشان خاطر المرقه اللي انا هحطها دلوقتي. تمام، حابه تحطي مرقه حطي، مش حابه براحتك خالص. في حبه بقدونس كده هنحطهم، يديها طعم حلو. في الاخر كده هنجيب بقى الكبد والقوانص بتاعتنا، هنقلب بقى كله كده على بعضه. الاكله بتاعتنا جهزت وخلصت معانا. نعمليها بقى سندوتشات على العشاء كده، حاجه بتبقى جميله قوي. تقدري بقى تعملي مثلا لو عايزه ما تعمليش سندوتشات، ممكن تعملي جنبها مكرونه محمره او مكرونه بالصلصه زي ما تحبي، او رز زي ما تحبي. النهارده زي ما انت شايفه الكبد والقوانص، كبد وقوانص الفراخ بطريقه جميله جدا وسريعه كمان، اكله هنيه على قد الايد. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو الفيديو عجبك اعملي لي لايك على الفيديو، وما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، بألف هنا وشفا. مع السلامه.